السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. قصة اليوم قصة مملكة عظيمة متجذرة في أعماق التاريخ، حضارة قديمة قدم الإنسان. طوى الزمان صفحات من تاريخها الحافل، وتحقق فيها حكم القوي على الضعيف. مملكة غنية بالثروات الطبيعية، اغتصبوها بأبشع الطرق وأرادوا طمس معالمها، لكن هيهات، فاسمها يكفي لتنحني له الأعناق احتراما واعتزازا. إنها مملكة بلوشستان. فما هي قصة بلوشستان؟ ومن هم البلوش؟ بلوشستان مملكة ضاربة في القدم، وهي إحدى الحضارات المتأصلة في التاريخ. بلوشستان هي إحدى أقدم المستوطنات البشرية في العالم، ويرجع تاريخ الحضارة البلوشية إلى حوالي 15,000 سنة قبل الميلاد. بلوشستان هي منطقة تاريخية في شبه القارة الآسيوية، وتقع إلى الجنوب الشرقي من إيران على الحدود مع باكستان وأفغانستان شرقا، وعلى حدود سلطنة عمان والإمارات غربا، وهي الآن مقسمة بين إيران وباكستان وأفغانستان. إقليم بلوشستان إقليم شاسع، تصل مساحته إلى 780 ألف كيلومتر مربع، ويمتد شريطه الساحلي من مضيق هرمز إلى مدينة كراتشي بباكستان بطول 1600 كيلومتر. ويقدر عدد سكان الإقليم ب20 مليون نسمة، إضافة إلى نحو 700 ألف بلوشي يقطنون خارجه. بلوشستان منطقة متنوعة التضاريس والجغرافيا، فهي بين ساحل يمتد طوله إلى 900 كيلومتر وصحاري شاسعة تعرف بصحاري مكران. فيها مناطق زراعية تنتج الفواكه والحبوب والخضروات. عاصمتها الحالية كويتا، نسبة إلى الجبال الثلجية التي تحيط بها من كل صوب. كانت أراضي البلوش إمارات مستقلة، بينما لم تكن لبعض الدول مثل إيران وباكستان وجود. احتلت بريطانيا بلوشستان سنة 1839، وفي عام 1947 استقلت بلوشستان استقلالا شكليا بعد أن جزأها الاستعمار إلى دولتين. فالجزء الشمالي منها ضمه الاستعمار إلى أفغانستان سنة 1894، أما الجزء الغربي فأصبح سنة 1928 عائدا إلى إيران في عهد الشاه بهلاوي. وفي سنة 1947 اعترف الاستعمار البريطاني باستقلال بلوشستان الشرقية بعد حروب دامية وبطولات من الشعب البلوشي ضد الاستعمار. بعد انفصال باكستان عن الهند، توجهت باكستان بتحريض من الاستعمار البريطاني في احتلال الجزء الشرقي من بلوشستان التي تسمى بلوشستان باكستانية حاليا. لكن لم يقف الشعب البلوشي الباسل مكتوف الأيدي، وإنما قام بحملات نضالية مسلحة إصرارا منه على بقاء الأمة البلوشية. بعثرت إيران البلوش في 4 محافظات هي سيستان وبلوشستان وهرمزغان وكورمان، لكي تفرق بينهم وتقضي على قوتهم ووحدتهم كما فعلت مع الأكراد. ومن أهم الأسباب اللي دفعت إيران لاحتلال بلوشستان طمعها في الموقع الاستراتيجي لبلوشستان والثروة المعدنية والبحرية والزراعية وكذلك الحيوانية الضخمة اللي كتحتوي عليها بلوشستان، ومصادر الطاقة والمناجم والسواحل. بلوشستان أو مكران قديما كانت تابعة لسلطنة عمان أو موجان قديما قبل أن تحتلها إيران، وساحل مكران يعد امتدادا لساحل خليج عمان.
ففي الألفية الرابعة قبل الميلاد كانت سلطنة عمان جزءا من شبكة تجارية بحرية شملت سواحل شبه الجزيرة العربية وإيران ومكران وبلاد الرافدين والهند. وهناك أدلة تؤكد أن عمان كانت على علاقة وطيدة منذ القدم ببلوشستان عبر تلك الآثار التي وجدت عام 1981 برأس الحد ورأس الجنز، وهي عبارة عن أواني خزفية يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد ومنقوشة بالكتابة الهربابية لحضارة هرابا، أي حضارة وادستند التي كانت تستوطن المنطقة. أما عن ديانة ومعتقدات البلوش ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبالضبط سنة 24 هجرية أرسل عمر كلا من سهيل بن عدي وعبد الله بن عتبان لفتح بلوشستان وكرمان، فأسلم جمع كثير ورضي البقية بالجزية. وبهذا فإن الغالبية الساحقة من البلوش مسلمين من أهل السنة والجماعة وأغلبيتهم حنفيين، كما يوجد كذلك شافعيين وحنابلة وقلة قليلة مالكية الذين كانوا مع شيوخ الإمارات، كما يوجد أباضيين في سلطنة عمان. وكذلك يوجد قلة قليلة في إيران من البلوش الذين يتبعون المذهب الشيعي الاثني عشري، وقد يكون السبب إسهامات الحكومة الفارسية الصفوية في نشر المذهب الشيعي. والشيء الوحيد الذي يمكننا الجزم فيه بأن البلوش لا يوجد بينهم يهود. البلوش هم قبائل من العرق السامي، يعني يرجع نسبهم إلى سام بن نوح عليه السلام. وأثبت الكثير من العلماء أنهم ينحدرون من العرب من بني قحطان من الأزد من أهل اليمن، ويمتد نسبهم إلى سام بن نوح عليه السلام. وقد هاجر أعداد كبيرة من البلوش إبان الاستعمار إلى منطقة الخليج العربي، لكن نجدهم بكثرة بسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. اللغة البلوشية هي خليط من الفارسية والهندية والكردية، وهي فرع من اللغوي الهندو-إيراني من عائلة اللغات الهندو-أوروبية. لذلك تعلم بعض من اللغة البلوشية سيساعد بالتأكيد على تعلم الفارسية والكردية واللغات الإيرانية الأخرى وكذلك الأردية وكذلك الهندية. اللغة البلوشية يتحدث بها في منطقة واسعة تغطي الجنوب الشرقي من إيران والجنوب الغربي من باكستان والجنوب الشرقي من أفغانستان وكذلك الخليج العربي. لديها تطور تاريخي مثير للاهتمام، حيث حافظت على صلتها اللغوية مع لغات العالم القديم كالفارسية القديمة والسنسكريتية. تزخر اللغة البلوشية بأدب شفاهي وفولكلوري غني للغاية، وأكثر هذا الأدب لم تتم ترجمته حتى الآن. من السهل نسبيا تعلم اللغة البلوشية لدى الناطقين باللغة الإنجليزية، فهي لغة بسيطة نسبيا لفهمها نحويا، فلا يوجد تذكير وتأنيث في الأفعال ولا يوجد بها التعريف وتصريف. جميع الأفعال يجرى بنفس النسق في صيغة الماضي. لو أردنا التحدث بعمق عن مملكة بلوشستان المحتلة لكان لزاما علينا أخذ ساعات وأيام وحتى شهور للتحدث عنها وعن حضاراتها وبطولاتها الراسخة في التاريخ، لكن أحببت أن أعطي هذه اللمحة عن بلوشستان وأوجه رسالة إلى كل قادات العرب والقادة الخليجيين أن لا ينسوا الالتفات إلى القومية البلوشية المضطهدة في الأراضي الإيرانية والباكستانية، فالواجب الإنساني والدموي يحتم ذلك، والأهم من ذلك أننا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.